تعالوا اكلمكم عن يوم نتيجتي في ثانويه عامه. اولا انا دفعه 2024 اللي هي اتخرجت السنه دي. يوم النتيجه ده كان اسوأ يوم عدى عليا في حياتي. انا جبت النتيجه من الكنترول زي اي حد، طبعا جالي صدمه هستيريه وقعدت اعيط لان ده مش مجموعي. شايفين اللي ورايا ده 95%، ده اللي انا كنت حاسبه ان انا هجيب مثلا 90% على الاقل، وانا اتظلمت قوي، يعني ممكن انقص كمان 2% او 3%. الحمد لله على كل حاجه، بس انا مش معترضه. بس الفكره ان انا كنت حاطه قدامي هدف وحاسبه درجاتي وخلاص، عامله حسابي على حاجه معينه وعلى كليه معينه، وفي الاخر ما جبتهاش، فطبيعي ان انا هزعل. المهم عيطت وخلصت وعيني ورمت وكل حاجه. معرفتش انام طول الليل بدور على كليات بقى تقبلني، ونمت الساعه 7 الصبح. ماما جت تصحيني الساعه 10 على الخبر، يعني زاد الحزن اكتر، ورجعت اعيط تاني برضو بنفس العياط الهستيري اللي كنت عاملاه يوم النتيجة. الخبر ان جدتي اتوفت، ربنا يرحمها وان شاء الله تكون في الجنة. بس الفكرة ان انا كنت لسه هنزل الصبح علشان اقول لها ان انا نجحت. فالحمد لله على كل شيء، انا راضية، وان شاء الله لما ادخل الكلية اصور لكم، ولما اقبل في الكليات اللي انا قدمت فيها برضو على حسب بقى الكلية اللي هتقبلني، برضو هطلع اقول لكم كل حاجة. وده السبب اللي ما كانش مخليني انزل فيديوهات الفترة اللي فاتت.